من وسط هذا الصمت ومن هذا الجردة اللي قدامي اللي كيبان أن ما فيها لا صداع لا زحام، كنصور لكم واحد الواقع آخر، واقع كتعيشو مراكش كل نهار ولكن من زاوية أخرى. مدينة كتغلي في صمت، كتبدل كتحول وكتعيش واحد الورش كبير، ولكن الناس باقيين ما فاهمين حتى أشنو واقع. والحقيقة الصمت ما بقاش في هاد الجردة اللي هي جزء من حديقة واحد الحسن الثاني واللي معروفة أنها متنفس لعدد كبير من المراكشيين. علاش؟ حيت التغيير وصل ليها. شاحنات، ضجيج، آلات كتحفر بقوة، ورجال ديال الأشغال كيخدموا من كل جهة. من بين المشاريع الكبرى اللي انطلقت فعليا هو مشروع نقل المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بآسفي إلى مراكش الكبرى. هذا المشروع واحد الورش اللي غادي يحدد مستقبل الماء في هذه المدينة، خصوصا في ظل الأزمة اللي عاشتها بسبب توالي سنوات الجفاف. مشروع غادي يكون جزء من التحضيرات للأحداث الكبرى، لأن مدينة بحجم مراكش خاصها تكون عندها موارد مائية مستقرة. ولكن السؤال اللي داير في راسي وباغي نشارككم معاه: علاش المواطن كيكون آخر واحد كيعرف؟ علاش المعلومات ما كتخرج بوضوح وبشرح بسيط يفهمو كل واحد؟ علاش كنفيقو غير على صوت الحفر؟ مراكش اليوم ماشي هي مراكش ديال البارح. أشغال حفر في كل مكان، طرقان كيتسدو، مدارات كتنبت في كل شارع، مشاريع كدوز بالليل وبالنهار. وكاس إفريقيا 2025 قريب، وكاس العالم 2030 كيزيد يقرب، وكل واحد كيسول راسو: واش هاد التحركات غادي تعطي مدينة منظمة ولا غادي تزيد تعقد حياتنا اليومية؟ إلا خرجتي الصباح كتلقى الزحام في المدارات الجديدة وكتشوف الناس تايهين كيدوروا ما فاهمينش المنطق ديال بعض التغييرات. الناس كتسول علاش في شوارع فيها ازدحامات واختناقات مرورية يومية ما نديروش فيها ممرات تحت أرضية؟ علاش ما نديروش قناطر؟ علاش غير المدارات؟ علاش الإصلاحات ديما كتجي فاش الناس محتاجين الطرقان تكون خدامة؟ اللي كيزيد يعقد الصورة هو أن التغيير كيجري بسرعة ولكن التواصل قليل. المواطن ما عرفش شنو غادي يتبدل غدا، ولا علاش هاد الشارع تسد، ولا علاش داك المشروع تبدل، ولا علاش داروا مدارة في بلاصة ما كانش محتاجة، وعلاش مجموعة من مشاريع التهيئة طريقة التدبير ديالها غامضة وما واضحاش. ولكن وسط هذا الضجيج كامل كاين واحد الوجه آخر، الوجه اللي ما كيبانش. مراكش كتحاول تلبس صورة جديدة باش تستقبل العالم. المدينة كتقلب ترجع الواجهة ديالها منظمة سالكة وعصرية، ولكن الثمن كيبقى غالي على المواطن اللي كيعاني من الزحام، من تأخير الخدمة، من الوقوف الطويل، ومن التغيير اللي كيجي بلا تحذير. وحنا كمراكشيين كنعيشوا وسط مدينة كتبدل الجلد ديالها، ولكن السؤال الحقيقي مازال واقف: شكون كيتواصل مع المواطن؟ شكون كيعطيه الشرح ديال التغييرات؟ شكون كيطمئنوا بان هاد الطريق اللي غاديين فيها غادي تخرج بنتيجة ايجابية لينا كاملين؟ انا اليوم كنصور في هاد الجردة حيت كتذكرني بشحال من حاجة كتوقع بعيد علينا بلا ما نحسو. المدينة كتبدل، ولكن وسط هذا التبدال خاص صوت المواطن يتسمع، خاص النقاش يكون. حيت مراكش ماشي غير ورش عمراني، مراكش حياة، ناس، قصص وتاريخ كيستاهل يتصان بالطريقة اللي كتليق به. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.